السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. والنهاردة معاكم في شقة عروستنا، في شقة عروسة أهل الكرم والذوق كله، أهل الشرقية من منطقة صان الحجر تحديدا. أول ما ندخل شقة عروستنا كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شقة عروستنا النهارده مختلفة ومميزة وفيها افكار كتير. عايزة اقول لكم، قعدتوا تقولوا لي يا دعاء عايزين شقة عروسة الشرقية، عايزين شقة عروسة الشرقية. من بعد ما نزلتكم طبعا فيديو شقة قبل وفيديو فكرة باباها في المطبخ، هنشوف مع بعض بقى ايه افكار اكتر واكتر في الفيديو ده. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين دخلنا كده على الباب اللي بيدخل على الريسبشن الخاص بالضيوف. وعايزة اقول لكم ان ده الجزء الخاص بالشاشة، فالجزء ده بيخدم منطقتين، المنطقة اللي فيها الانتريه والمنطقة اللي فيها الركنة، بحيث ان لو حد عايز يتفرج على الشاشة هنا كل ما عليهم ان هم هيلفوا الجزء المعلق في الشاشة للمكان اللي هم موجودين فيه، وبيكون فيها وصلات داخلية من جوه الفاصل بالظبط كده. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وفيها ارفف ديكورية كده من تحت، يعني ده المكان اللي بيتلف سواء هنا او هنا. هنا الانتريه زي ما انتم شايفين هو كان ناقص فيه بس الجزء الخاص بالترابيزه هنا، وبيكون محطوط عليها طقم التسالي ده والطفايه والمروحه دي. للاسف كانوا لسه بيركبوها، هما كانوا في حيره ما بين ان هم يركبوها بما ان احنا في فصل شتاء او ان هم يسيبوها، بس هم طلعوها وقالوا ان شاء الله يركبوها. وهنا كده زي ما انتم شايفين الركنه، بسم الله ما شاء الله، برضو تقدر تخدم على الناحيتين، يعني تبقى مكمل كده لاستقبال الضيوف. وهنا السفرة معمولة كده بشكل دائري مميز ومختلف عن الأشكال اللي بنشوفها حاليا. والكرسي بتاعها ما شاء الله واسع وكبير، وبرضو اخد كيرفات كده بشكل لطيف. وهنا كده النيش، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. النيش احلى حاجة فيه ان هو من غير مفارش، وده بالذات في الانياش اللي بتكون مودرن بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى نسقناه ازاي. حطيت لها طقم الشربات ده، طقم شربات اسود، ومعاه كوبايات شاي وميه لونهم برضو اسود. وهنا موجود طقم الكاسات السيلفر ده، وحطيت برضو في الجوانب طقم كاسات تاني. اما هنا حطيت لها طقم الشربات ده، ودخلت معاه برضو كوبايات اللي هي للعصير وللشاي، برضو فيها جولد كده تليق عليهم. والرف ده حطيت فيه طقم الشاي والجاتوه بشكله مميز ومختلف. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الادراج برضو ما نسيناهاش، حطيت لها هنا شنطة السكاكين بالشكل ده، حبينا ان احنا نستغلهم. وهنا كده ده شكل الانتيكات، وزعناهم بالشكل ده على البوفيه. هنا ممكن البنوتة دي تقدروا تحطوا ورد في القرطاس اللي هي شايلاه ده، او ان انتوا تسيبوها كده عادي جدا. الجزء بقى ده من النيش كان مميز ومختلف لان فيه عمود كده، فهم كانوا مفصلين النيش تفصيل على المكان ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فكان بالنسبه لي نيش مختلف، يعني من جوه شبه حرف ال بالظبط. فطبعا كانت الرصه بتاعته برده مختلفه وغير تقليديه. زي ما انتم شايفين حطيت فوق كده طقم كاسات اسود علشان يرد على الرف اللي قصاده في قطعة النيش التانية. وهنا برضو طقم شربات السيلفر ومعاه كوباية سيلفر عشان يبقى الناحية التانية شبهه. وهنا حاجة فيها جولد، وتحت هنا جزء من الطقم الصيني. وحتى الادراج هنا حطيت لها فيه باقي الاطباق دي كانت محتاجاها فحطيتهم لها في الدرج عشان ما تطلعهمش من الرصه، قالت هتحتاجهم في التقديمات وكده. وحطيت طقم كاسات جيلي. اما البوفيه كملت فيه بقى باقي طقم السفرة اللي هو طقم الصيني، والرف اللي تحته حطيت فيه طقم الاركوبال كامل. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنا كده زي ما انتم شايفين البوفيه من فوق، نشوف الناحية التانية منه حطيت لها فيه الطقم الاركوباكس ده. وهنا الطقم حطيته على رفين لان هو طقم كبير، طقم 12، فما شاء الله ما كانش هينفع معايا اطلاقا في الرف ده، كان هيبقى مقدس زيادة عن اللزوم. فخليت لها الاطباق في رف والكوبايات والفناجين في رف. وبكده محتويات الانياش هنا معانا خلصت، والبار. وده زي ما قلت لكم الباب اللي بيدخلوا منه للجزء الخاص بالضيوف. عندنا بقى المطبخ الفاصل ما بين الجزء الخاص من الشقة والجزء الخاص من الضيوف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. المطبخ الله اكبر تبارك الله، شقة لوحده من شكله وتصميمه وتنظيمه. وزي فيه كده زي بار كده بسفرة تانية، وما شاء الله مساحته كبيرة جدا جدا، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنا زي ما انتم شايفين كده ده الجزء كامل، الجزء ده كامل المطبخ، هو تحسوه ريسبشن اكتر من ان هو مطبخ.
هنشوفه بقى مع بعض بتفاصيل تفاصيل. الجزء ده هنا كده موجود الغسالة الاوتوماتيك، وهنشوف اول المطبخ من الخارج وبعد كده نفصصه مع بعض واحده واحده من الداخل. هنا كده زي ما انتم شايفين هنا الحوض وجنبه كده وحده ارفف حطينا فيها صفايه الاطباق مؤقتا دلوقتي عشان ما نعملش كركبه بيها على الرخامه من بره. وهنا كده الحوض جانب منه البوتاجاز وطقم التوابل قريب ليها. وهنا كده جزء نيش المطبخ، بسم الله ما شاء الله، ده شكله كده من بعيد في بروفايل ليد كده من جوه. وهنشوف كل التفاصيل دي طبعا دلوقتي، بس انا عايزه الف لكم لفه كامله. هنا التلاجة والفريزر والميكروويف، والجزء ده الخاص بالكوفي كورنر في قطعة نيش مطبخ تانية. بسم الله ما شاء الله. هنا زي ما قلت لكم الجزء ده زي سفرة كده ياكلوا يشربوا عليها، تحضر عليها الطعام. حلوة جدا جدا الجزء ده في المطبخ، وعشان يستغلوا برضو المساحة. وفيها فيش للكهرباء لو عايزة تستخدم اي جهاز في المنطقة دي. اما هنا زي ما انتم شايفين حطيت لها الستاند كده بتاع القهوة ده مع ستاند المعالق، والارفف دي ديكورية كده وحطيت فيهم المجات القمر الجميلة الدبل دي. بالنسبة للوحدة اللي جنبها حطيت فيها طقم الأركوبال الكامل الكبير ما شاء الله الخاص بالعزايم. هي كانوا جايبين الطقم ده كده اللي هو نشرات، بحيث لو هي عايزة طقم كبير يكفي عزومة معاها أو حاجة. فخليت الأطباق هي اللي قريبة لإيديها، وفوق كده دوارق العصير بقى وفناجين الشاي والقهوة. ومن تحت هنا استخدمت الدرج ده لفوط المطبخ، والضرفة اللي تحتها استخدمتها لأطباق البلاستيك وغسيل الفاكهة وكل الأطباق عموما اللي هي بتكون مخصصة للغسيل والخضار والفاكهة. أما هنا بقى الجزء بتاع الحوض حطيت فيه طقم توزيع كده من فوق لأن ده أقرب حاجة للبوتاجاز. وهنا كده زي ما قلت لكم صفايه الاطباق تتحط بعدين لو هي حابه تخف بقى اي حاجه من على الرخامه. هنا ده شكل الحوض من فوق وكده. موجود معانا الوحده دي حطينا لها فيها كوبايات شاي وميه يليقوا مع بعض ما شاء الله، سواء في الرفين. والوحده اللي جنبها اللي هي الرشاقه والمطبقيه حطينا لها فيها طقم اركوبايركس عشاء مخصص للرشاقه، ومع كوبايات شاي برضو وعصير. ومن تحت الحوض الجزئية دي استخدمناها للصواني الكبيرة جدا والصواني الميلامين بسم الله ما شاء الله، اللي هي بتكون بقى لاستخدام العشاء والفطار وهكذا. اللهم بارك يا رب. اما بالنسبة هنا ده شكل البوتاجاز، ودي الحنفية اللي عملت قلبان وضجة على الفيسبوك لما نزلتها. بابا العروسه كان حابب قوي ان هو يعملها لها، وعايزه ان انا اقول لكم اخلف كل توقعاتكم. عموما هو البوتاجاز ده فيه امان كامل، زائد ان الحنفيه هي بتقدر تلمها. الناس اللي بتقول هتسقط على البوتاجاز هي بتتلم لورا عادي جدا. و يعني وقت الاستخدام بس بتفتحها في قلب القدره او الاناء اللي عايزه تستخدمه فيه. وده شيء مش اساسي قوي لان الحوض عموما كان جنبها، بس هو بابا كان حابب يعمل لهم الحلو كله وخارج كل توقعاتكم. قعدتوا تقولوا لي اكيد باباها سباك، اكيد باباها شيف، اكيد باباها مصمم مطابخ. عايزه اقول لكم ان بابا العروسه ما شاء الله اللهم بارك دكتور، والعريس كمان ظابط. فالاتنين بره الحوارات بتاعتكم دي خالص، وكل التوقعات اللي انتوا توقعتوها ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم بكل حاجتهم اللهم امين. زي ما شفتوا طبعا الوحدات اللي فوق لميت فيهم كل الحاجات البورسلين مع بعض. وهنا الدرج ده قريب للبوتاجاز وقريب برضو لسفرة المطبخ، فلازم يبقى فيه المعالق والرفايع الأساسية. الدرج ده بقى تحت الحوض مش بيتفتح ولا حاجة، أما الدرج اللي تحته استخدمته للسبونشات بقى وللحاجات اللي هي خاصة بالتنظيف أو كده مع الحوض. والدرج ده كان عميق فأخد معايا اتصال بالشكل ده، وبالنسبة لي ده كان أقرب حاجة للبوتاجاز بالنسبه للطاسات، يعني عشان تكون قريبه لايديها. اما الدرج المخفي اللي من تحت خالص ده فكان احلى اختراع للمقشات وادوات التنظيف عموما، عشان تعملش كركبه كده ودوشه في المطبخ، وما يكونوا نايمين كده يكون افضل كمان من الضرفه الواقفه. اما بالنسبه بقى للنيش بتاع المطبخ ده فكان موجود فيه الطقم اطقم الكاسات بقى واطقم التقديم. طبعا ما شاء الله الاطقم قيمه زيها زي اطقم النيش بالظبط، علشان دي الاطقم اللي هتتقدم للضيوف وبرضه استخدامهم الشخصي. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم اللهم امين. عايزاكم تدعوا لعروستنا دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله، وزي ما بتتمنوا الخير للناس ربنا يعود عليكم بالخير ان شاء الله، لان في ملك بيقول لكم ولكم بالمثل ما تمنيتم لاخوكم المسلم. فعايزه كل الكومنتات دعوه حلوه وكلمه طيبه، والكلمه الطيبه صدقه. فاللي عنده كلمه حلوه يقولها، واللي مش عنده اتمنى يوفرها لنفسه. هنا بقى ده دولاب الحلل برضو اللي عجب كتير جدا جدا في الريلز اللي انا كنت نزلتها. دولاب الحلل ده زي ما انتم شايفين
باباها قال لي انا حابب يا دعاء يكون كل الحلل في مكان واحد زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هي يبقى هو جنب ده مخصص للحلل. فحطينا الطقم الصاج اللي داخله جرانيت فوق، وبعده الطقم الجرانيت، وبعده الطقم التيتانيوم او تيفال، وبعده الطقم اللي استانلس. اخد معانا رفين لان طبعا الاحجام بتاعته بتكون كبيره ومتفاوته وحاجته اصلا بتكون كتيره. اما في الارضيه خالص الحته دي اوسع حاجه، فاخدت معانا الحاجات الالومنيوم بما انها برضو حاجات كتير. قولوا لي ايه رايكم في الفكره دي. وهنا العروسه كانت جايبه ما شاء الله ولا قوه الا بالله 5 اطقم حلل. ولو بتسالوني انا كدعاء يعني تجيبوا لعروسكم ايه او بنوتكم ايه، لو بتتفرج معاكم على الفيديو ده، هو يا حبيبه قلبي طقمين كفايه، طقمين حلل كفايه بمختلف مقاساتهم وانواعهم. ولو عايزه تزودي يبقى هو طقم ثالث للغرفه او حاجه. لكن مش شرط ان انت تجيبي كل عدد الاطقم اللي بتكون موجوده في السوق او انواعهم. هنا فوق الفريزر حطينا في الرف ده حاجه الرحلات زي الترامس وحافظه الطعام. حطيت كده برضو طبق فاكهه فوق الفريزر، انا كنت حاطه طبق تاني على السفره. وهنا العجان بالخلاط بتاعه كان طقم كامل كده مع بعضه، حطيته في الرف اللي فوق التلاجة. لان هي معانا الخلاط التاني ده خلاط كينود مع الهاند بلندر والكبه اليدويه. وهنا في رف اخد شنطه المعالق. اما الدرج ده درج سحري علشان لو عايزه اطلع حاجه من الميكروويف ومستعجله او كده ومفيش مساحه معانا تمشي المسافه دي، فتحطها على ما تطلع الحاجه وتستخدمها. والادراج دي زي ما واضح قدامكم ادراج رفايع. والدرج ده خصصته العلب التلاجة جنب التلاجة. والدرج ده كده عشان نكون قريب للميكروويف عموما لو في حاجه تسخين او حاجه في الفرن او كده. ففي البايركس. وهنا الدرج ده خاص بالمشروبات للكوفي كورنر الموجود ده. فهما طبعا لسه هيجيبوا المشروبات في الباكيتات بقى والحاجات اللي زي كده. والدرج ده كان فيه قوارب الكيك عموما والصواني. والدرج اللي تحته كذلك باقي الصواني والمناخل والمصافي كلهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. والجزء ده خاص بالكوفي كورنر للكاتل ومكنة القهوة وطقم المشروبات. والنيش ده خصصناه للمجات زي ما انتم شايفين علشان يكون فوق على طول الكوفي كورنر، فيكون قريب كده وسواء لتقديم او لحاجة او عمل اي مشروب. وكده تفاصيل المطبخ معانا خلصت. ندخل بقى مع بعض على باقي شقة عروستنا. هنا كده موجود صالة. الصالة دي بندخل منها للباب اللي بيدخل على الجزء الخاص من الشقة. فموجود الجزامة هنا جنب باب الشقة الخاص بالجزء ده. هنا ده شكل الباب علشان برضو تكونوا معايا في كل التفاصيل. فهنا بسم الله ما شاء الله الجزامة قريبة منه جدا، وكان فيها برضو ارفف ديكورية كده في الجوانب، بس ممكن تستخدمها في سليبرات البيت او حاجة، بس احنا استخدمناهم حاليا في حاجات ديكورية. هنا بقى موجود الحمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده. علقنا لها طبعا فوط والبرانس زي ما انتم شايفين على الاماكن المخصصة ليهم. ندخل اول حاجة معانا زي ما انتم شايفين هنا الغرفتين، غرفة الاطفال وغرفة النوم. ندخل على غرفة الاطفال. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احنا فرشين لها المفرش الزينة اصلا بتاعها، جايبينه القطيفة علشان احنا حاليا في موسم الشتاء زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فكده سريرين وما بينهم كومود بالتسريحة. وده شكل الدولاب اللي انتوا حضرتوني معايا وتفاعلتم بتعليقات جميلة جدا جدا معايا وانا برصه. كنت برصه معاكم في فيديو لايف كده معايا بحيث تبقوا شايفين ان انا بقسم حاجة الشغل ازاي. زي ما انتم شايفين بنحاول ان احنا ننسق الالوان مع بعض. يعني انا قبل الرص اصلا بشوف الوحدات معايا، ده هياخد ايه وده هياخد ايه وده هياخد ايه، فبرتب افكاري بناء عليه. كل حاجة بعد كده بتكون سهلة، لكن مش بقعد اجرب واشيل واحط علشان ملبخش نفسي. لا، انا بشوف الالوان اللي تليق مع بعض ايه، والارفف هتاخد مقاسات ايه. زي ما انتم شايفين انا كنت شارحه ده طبعا في الفيديو اللي فات. دي مفروشات سواء الحافة او مفارش قطيفة او كوفرتات لسرير الاطفال. والضرفة دي ضرفة الفوط. ممكن الفوط اللي ممكن اكون بجرب فيها كم مرة علشان مقاسات الفوط مع الرف ومع رصة ايه وانواعهم اللي يليقوا مع بعض. فبحاول ان انا انسق الالوان والانواع اللي يليق مع بعضه يكون مع بعضه عشان يكون الرف شكله منظم ومريح للعين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تدعوا دعوة حلوة كده من كل قلبكم للعروسة. هنا كده زي ما انتم شايفين فوق كده الملايات بتاعه السراير الاطفال. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقول لكم وانا برص الدولاب ده ان يا جماعه ده دولاب الاطفال، لان في ناس فكرته ان هو الدولاب الكبير ويقولوا فين الملابس. دايما بقول انه دولاب غرفه الاطفال بما ان مفيش اطفال حاليا على ما ربنا يرزقهم بذريه صالحه، فاحنا بنستخدمه في المفروشات، لان بيكون افضل ان احنا نطلع المفروشات من كراتينهم علشان الرطوبه وعلشان مش بيبقى شكل لطيف قوي ان كل حاجه في كراتينها كده زي المعرض.
لا ان احنا نطلع الحاجه تتنفس وتتهوى وما يبقى لهاش ريحه ولا رطوبه، فبنطلعهم بالشكل ده. وهنا بقى بما اني ظهرت معاكم في المرايه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وباي باي في المرايه. ندخل بقى على غرفه النوم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللي بيكون فيها يا جماعه الدولاب الكبير او دراسنج روم، فبيكون مخصص للملابس، وبيكون فيها برضو مفروشات السرير الكبير اللي العروسه بتستخدمهم. اما المفروشات الزياده بتكون في الدولاب بغرفه الاطفال. ده شكل السرير كده ملتصق فيه الاتنين كومود. وهنا كده دراسنج روم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان بحجم الجدار كله، وكان موجود فيه التسريحه من جوه كمان. هم ممكن فيما بعد يعملوا على الدريسنج ده نفسه باب علشان ما يتطربش والحاجات اللي جوه تتطرب، او ستاره داخليه لو حابين ان هم يداروا الجزء ده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين هنا ملابس العروسه، ومن فوق خالص المفروشات، وهنا زي ما قلت لكم الجزء الخاص بالتسريحه. وهنا كده اللبس الصيفي. اتمنى يكون التطبيق وكل حاجه عجباكم، والالوان وتنسيقاتهم. فوق هنا الملايات الدراسنج ده بابا العروسه قال هيزود طبعا لسه في رف علشان تخلي فيه ملايات الاستخدام بتاعتها، لان الملايات فعلا عاليه قوي، بس علشان تقسيمه الدراسنج كانت يدوب على الملابس كده، ففي شماعه هينزلوها شويه ويحطوا مكانها رف كتعديل. وبكده تكون شقه عروستنا النهارده خلصت. اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف ومفيد ليكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير، مع السلامه.